يما يوم ترفيه يما، احنا ما نقصدش يما نزعلك ولا حاجه، احنا قلنا يوم ترفيه ناكل فيه كده وخلاص. انت اتجننت يا حسن؟ انت عايز كل واحد ياكل اكتر من رغيف ليه؟ اتجننت يا حسن؟ خلاص يا ماما مش مشكله، يعني كل واحد ياكل رغيف وهنشيل. طب وايه ده؟ ايه الطعميه دي كلها؟ انا مش قايله 4 تمرات طعميه، جايبه لي 10، وايه ده؟ كمان وفول قد كده، وكمان وين؟ ده البيض غلا، وعاملاه بالسمنه البلدي وخس، وايه ده؟ وطماطم وخضار، ايه؟ وليمه. انت غلطانه برضه يا مروه، المفروض كنت جبت صنف واحد وسمعت كلام ماما. بتبيعوني بصراحه بقى يا ماما، انا وحسن اللي عاملين جمعيه وجبنا الاكل ده كله، وبصراحه ما جاليش ناحيه فلوسك خالص، وانتوا الاثنين بتبيعوني. طب ما تاكلوش بقى، ما تاكلوش. فلوس ايه يا ام فلوس؟ انتوا وهي انتوا مبذرين، تجيبي كل الاكل ده كان كفايه رغيف واحد، وبعدين بقول لكم ايه، لمده اسبوع مفيش اكل ولا في مصروف ولا في اي حاجه، وابعدي كده ايه. دخل العيش ده، يلا اسمع الكلام. حاضر. قسموا بقى دول عليكم، تحمدوا ربنا وتبوسوا ايديك. هاتي ولا رغيف كله كله. عايزين نشرب الشاي من هنا تيجي. ايه ده انتوا نهاركم مش فايت، بتشربوا في كوبايتين شاي يا مفتريين. ليه ما كوبايه واحده تكفي؟ يما الفول قافل على صدري يما، وكوبايه تحبس شويه، ده احنا شربنا شويه صغيرين. يما والله العظيم ما نقصد يما. انا قلت لكم 100 كوبايه واحده علينا احنا الاربعه، ده على فكره يا ماما اقتراح مروه. انا يا مفتريه، انا يا ماما، لا والله ما حصل، ما قلتش كده ولا عملت ده، انا يا بنت. ماشي. ايوه انت، محدش يعمل غيرك انت يا مفتريه، ما انت اللي جبت الطعميه والفول والبيض والخس والطماطم وكله والعيش، يبقى انت اللي تعملي كده، تشربوا في كوبايتين شاي. قومي انا هشرب معاكي الشاي، ما كده ابعد اهو، ابعدي كده. يلا زي بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. خدي جفته، كفايه عليكي كده. خدي يا حسن، ادي العبد، ادي الهايدي، هاتي. شفتي العدل حلو ازاي؟ بشربكم كلكم. خد يا حسن، بقك كبير خالص. يلا يا عبدو ادي الهايدي، بقها صغير. يخرب بيتك، شربت الكوبايه وبقوش بقك صغير وهو عامل زي شفاطه العصير بشفط. يلا معلش نشرب الكوبايه التانيه. شوف انا بعدل ازاي بينكم وبشربكم كلكم. ماشي يا ماما ماشي. يلا خلصي بسرعه. خد يا حسن. يا ماما. ايش شربتكم كتير. يلا يا عبد ادي للشفاط. هاتي ده انت بتشفط نص الكوبايه ببق. بقول لك ايه، انت هتيجوا لحد هنا وبلاش الشفاطه ده، عشان الشفاطه شفطت كتير. خد يا عبد. قولوا الحمد لله. الحمد لله. حسن، عايزاك في كلمتين يا حسن، عشان انا هتنقط وهديني نقطه وهطق من جنابي يا حسن. ماما ممكن بعد كده اقوم اشوفها ولا براحتك برضه؟ براحتك. لا يا حبيبي. وعلى ايه؟ قوم شوفها بدل ما تنقط وتزروت لنا الحته. قوم يا حبيبي خف. بيتك يا مروه. انا مش عارفه يا ماما، مروه بقى لها فتره متغيره ليه؟ تصدقي ده غيرت الطقم اللي عليها النهارده مرتين، ده انا بقى لي شهر ما غيرتش هدومي عشان الغساله والكهرباء. ما تهدي بقى هايدي، مش كده هايدي بقى. خليك انت بس كده على جنب. ايوه يا بنتي والنبي، ده انت اللي نصفاني، انت حبيبتي، انما هي بتنقطني مبذره. ده انت ما تعرفيش الكبيره بقى ولا شفتيش الكبيره بقى، ما شفتيش الكبيره دي كانت عايزه النهارده تجيب لنا فرخه. يا لهوي، فرخه. انت بتقولي لها ليه يخرب بيتك؟ ده انت هتودينا في داهيه كلنا. عامله ازاي؟ ولا انت شكلك موالس معاها، انا مش مطمنه لك، انت ما بتقدروش النعمه. بقول لك ايه، هي معداك بجناح يا ولا؟ لا معداك بجناح. انت ليه يالا مش زي اخوك حسن طيب وغلبان. انا مش ناصفني في عيالي غير ابني التالت، هو اللي ناصفني حبيبي يا عبد الله. جناح ايه يا ماما؟ جناح ايه ده؟ انت ما تعرفيش الكبيره دي كانت واعده بورك بحاله. لوحدك يا طفل، ده احنا بنقطع الجناح 4 مرات والورك 6.
هتشل. ينفع الموج بتعمله ده؟ قولي بالك يا مروه. مش هطول بالي يا حسن، ما ينفعش اللي بيحصل ده، انا عايزه امشي من هنا يا حسن كده كتير. كلها اسبوع قاعدين معاه وبعد كده نمشي. وبعدين أنا حابب هتاخد اسبوع على كده؟ انا حابب من حاجه. لا مش حاربني من حاجه، بس الموج بتعمله ده ما ينفعش يا حسن دلوقتي. ماشي يا مروه. مالك يا مروه؟ مالي؟ اموت واعرف انت ازاي بوشين كده. لا انا مش بوشين يا مروه، انا بحب امشي اموري. مشي امورك؟ لا امشي اموري بس بمزاجي، محدش يفرض عليا حاجه. لا مفيش حاجه اسمها بمزاجك ولا بمزاجي، في حاجه اسمها امشي اموري. انت فكرك ان انا طايقه حماتك؟ انا مش طايقه حماتك. فكرك ان انا طايقه جوزي؟ مش طايقه جوزي. اتطلق؟ لا همشي اموري. حاضر يا حماتي اللي انت عايزاه. بقول لك ايه، انت لو عاجبك الوضع دوت اقبليه، بس انا مش هسكت من الاخر كده. انا هستنى عبد الله لما يجي هتكلم معاه في الموضوع ده. خلاص استني يا عبد الله. هستناه. يا نهار مش فايت. ايه ده يا بنتي يا مروه؟ انت جننتي في عقلك؟ تغيري ده انت ما فاتش 24 ساعه. في ايه بس يا ماما؟ انا عملت ايه غلط؟ انت ايه بتغيري كل شويه والهدوم تتحط في الغساله وغسيل واريال وده ما بتعمليش زي البنت هايدي ليه؟ ده بقالها شهر لما نتنت. الباب ايه صوتكم بقى من اخر الشارع ليه؟ في ايه؟ كويس ان انت جيت. في ايه يا ماما؟ ازيك يا ماما حبيبتي؟ ازيك في يا ايه؟ حبيبي؟ في ايه؟ كويس انت اقعد يا عبد الله. ايه بس كويس انك جيت يا عبد الله. الله. شفت يا عبد الله؟ ايه؟ مرات اخوك. مالها؟ مرات اخوك يا عبد الله مالها؟ هتجنني. مره تجيب لي فطار اصناف ما تتعدش، وتاني مره لا وكلكم وما يفوتش 24 ساعه وتغير هدومها. لما بتستهلك الهدوم وبتدوب الهدوم وبتتغسل الهدوم واستهلاك وتبذير كتير كلكم يا عبد الله. ولا هجيب فرخه فرخه يا عبد الله. ليه التبذر ده كله يا عبد الله؟ شفت البنت هايدي بتغير كل شهر. لما عفنت مش مشكله، المهم بتوفر. شايف يا عبد الله؟ ينفع كده؟ قول لي بقى انا عملت ايه غلط؟ ايه يا ماما اللي انت بتقوليه ده؟ في ايه يا ماما؟ ما تهدي شويه، انا مش قلت لك الموضوع يا ماما؟ في فرق بين ان انت توفري وفي فرق بين الشح. يا ماما اللي انت بتعمليه ده مش حلو، وما ينفعش ان انت تقعدي تنكدي عليهم كده كل شويه. المفروض ان انتوا تبروا نفسكم، تجيبوا اكل، تجيبوا شرب، تجيبوا الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها. في فرق بين ما انت تجيبي حاجات وقد كده وترميها، وفي فرق ان انتوا ما تاكلوش اصلا عشان توفري. ده فرق وده فرق يا ماما، صح ولا ايه؟ انت ما شفتش السفره يا عبد الله؟ يا ماما سفرة ايه ولا جايه يا عبد الله؟ وجايبين عيش كتير يا عبد الله. طب ليه التبذر ده واللي بيفيد بترمى؟ طب ليه حرام ولا حلال يا عبد الله؟ يا ماما ما ينفعش اللي انت بتقولي ده، الحرمان وحش. الحرمان هيخلي العيال تعمل الحاجات اللي هي مش عايزه تعملها، ما ينفعش. انت سيبي لهم الدنيا على راحتهم. وبعدين يا ماما انا عارف ان انت ما بتحبيش التبذير، بس في فرق بين ان انت تبقي مبذره وفي فرق بين ان انت تبقي شحيحه. اللي انت بتعمليه ده اسمه شح، وربنا عز وجل نبه هنا في القران وقال ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. يعني ايه الشح يا ماما؟ الشح ان انت تحرمي نفسك من الحاجه وتحرمي وفي امكانياتك تجيبيها، وتحرمي اللي حواليك من الحاجه وفي امكانياتك تجيبيها. وفي فرق بين التبذير ان انت تجيبي الحاجه وتقعدي تاكلي وترمي، ده اسمه تبذير. انما اللي انت بتعمليه ده اسمه شح وده حرام. وانا قلت لك 100 مره يا ماما ما تنفريش الناس منك، خلي الناس تحبك، خلي الناس تحبك. يا عبد الله يا حبيبي انا مش قصدي ان انا احرمهم، انا عايزاهم يعملوا حساب لبكره. يعني بيقول لك ايه، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. احنا عارفين ايه الظروف بكره وايه اللي هيحصل، فانا عايزاهم يعملوا حساب لقدام يا حبيبي. والله ما قصدي ان انا احرمهم ابدا. يا ماما ما فيش الكلام ده، ربنا هو اللي بيرزق، وربنا بيقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي نفس الوقت ما ينفعش ان وبرده ما ربنا عز وجل مدينا الشرع في كل حاجه، قايل لنا ان احنا نتعامل ازاي كل حاجه بالراحه وبالعقل بتمشي. لا تبقى قوي بخيل قوي ولا تبقى يعني اوفر مبذر قوي. برضو ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. المبذر حاجه والبخيل حاجه واللي انت بتتكلمي فيه ده حاجه ثالثه خالص. وارجوك يا ماما ما تقعديش تزعلي اخواتي منك، ما تزعليش يا مروه، انت كلامك صح وحقك عليا. وانت يا هايدي برضو عيشي حياتك، انا عارف ان انت مقضياها، انا عارف ان انت مش سهله. هو فين عبده صحيح؟ راح الشغل. راح الشغل. هو يكون راح ماشي زي ما كل مره بتقولي له؟ لا ما راح الشغل. حقكم عليا يا ولاد، ما تزعليش مني يا مروه. معلش يا حبيبتي حقك عليا. وانت يا حسن وانت يا هايدي ما تزعليش مني واستحموا غيري. طب هتاكليني انا بقى ولا ايه ظروفك؟ طبعا يا حبيبي. ايوه هتاكلني ده ايه؟ انا هاكلك الاكل اللي انت بتحبه. مش انت طالب مني محشي كروم وبط؟ عارفه ان انت بتحب البط، كمان عامله لك صينيه مكرونه بشاميل اللي تاكل صوابعك وراه. طب يلا يا ماما فين الاكل ده؟ في الخباثه بقى. لا هياكلوا معايا. انتوا سامعين؟